يا مساء الورد عليكم يا حلوين. جايبه لكم النهارده حاجه تدفينا. احنا بصوا شغالين في الحاجات اللي ايه بتدفي شتا بقى، هنعمل ايه؟ طيب جايبه لكم ايه؟ جايبه لكم مج واحد من الشعريه، ضعف الكميه يا ست البنات زي ما انت عايزه. انا جايبه مج من الشعريه وهيدينا كتير. معلقه من النشا، معلقه واحده، ومعايا معلقتين من الكاستر لان الكاستر فيه نشا برضو. تمام. ومعايا كيس فانيليا، ومعايا مجين من اللبن، اي نوع لبن حليب عندك اللي موجود. ومعايا السكر حسب الرغبه، هنشوف هنحط كام معلقه سكر واحنا شغالين. طيب دلوقتي لو انا عايزه اعمله صيامي يبقى مش هحط الحاجات دي كلها. هحط ايه بس؟ هحط معلقتين نشا على حبه ميه. تمام. وهحط معلقتين كريمه شانتيه. كريمه شانتيه هتدينا حبه الشعريه في حته تاني صيامي. تمام. ونحط معلقتين زيت ونقلب الشعريه بتاعتنا. لكن احنا دلوقتي هنعمله فطار. تعالوا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. معنا يا حلوين حله صغيره اهي على النار، ومعايا معلقتين من السمنه، معلقتين من السمنه او معلقتين من الزيت. تمام. ويسخنوا كده وننزل الشعريه مع بعض. ننزل بمج الشعريه ومعدل ربع كيلو يعني من الشعريه. وانا عايزه الشعريه تحمر، لازم تكون محمره كده. ونرجع مع بعض. وده يا حلوين اللون الذهبي اللي انا عايزاه في الشعريه بتاعتنا. طيب هنعمل ايه؟ هنزل بميه، هنسوي الشعريه، خليها تستوي الاول وبعدين ننزل بالحاجات التانية بتاعتنا. طيب هنحط ايه هنا وهي بتستوي في الميه؟ احط مثلا في معدل 4 معالق من السكر او 5 حسب رغبتك في التحليه. تمام. انا بحبه بصراحه يكون مسكر، فانا حطيت 5 معالق. عايزه تزودي تقللي براحتك انت. ويستوي ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. زي ما شايفين يا حلوين احنا خلاص الشعريه يعتبر استوت معانا اهي. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا معايا اللبن او الحليب اهو، وهنزل بمعلقه النشا ماشي، وقلبي كده عشان ما تكلكعش منك اهو. اقلب وبعدين هنزل بالكاستر بالشكل ده، ورشه الفانيليا، وقلبي يا ست البنات. هنقلب الخليط ده كله وهننزل بيه على الشعريه اللي استوت معانا وعايزه تتاكل. طيب احنا لو عاملينها صيامي هي كده زي الفل، بس هنزود عليها معلقتين كريمه شانتيه. كريمه شانتيه هيعزز الطعم جدا جدا. ده للصايمين. تمام. ده بقى للفطرين اهو. بصوا هننزل بالخليط. الله 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 الله، بيودينا في حته تاني وشكل تاني خالص 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 خالص. بياخد قد ايه؟ دقيقتين 3 كده وهنطفي عليه اصلا لان احنا كده كده الشعريه بتاعتنا استوت. ونرجع نقدم مع بعض. ورجعت معاكم يا حلوين. وبصوا قدموا بقى في بوله، تقدموا في كاس، زي ما انتوا عايزين هنتعامل. انا بس صبرت شويه عشان بصوا الشعريه سخنه جدا جدا، وخايفه بصراحه الكاسات تتكسر، فقلت اصبر كده دقيقتين ولا حاجه. يا جماعه الجمال ده ايه ده؟ حبه الشعريه السخنين قدام المسلسل دلوقتي الهند اللي انا بسمعه كده مع حبه الشعريه. مش عايزه اقول لكم في حته تاني بجد، في حته تاني. عايزه بقى تحطي مكسرات، تحطي اي حاجه برضو زي ما انت عايزه. ممكن نزوق كده بحبه جوز الهند وحبه زبيب لو حابين كده شكل بس عشان التصوير، لكن انا بصراحه بحبه كده. انا بحب اكل الحاجات دي كده. فاي حاجه قدمي براحتك بقى في بيتك وتعاملوا براحتك. حاجه تحفه بجد.
لو عجبكم الفيديو وعجبكم الحاجه الحلوه دي اللي تدفي، ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واتمنى كده تطلبوا مني الحاجات اللي انتوا عايزين نعملها مع بعض. ده هيتعمل فطاري اوكي، هيتعمل صيامي اوكي، معانا الطريقتين وعرفناهم وهنعملهم. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي.